ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تتابع ببالغ الأسى والأسف حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وأضاف البلاغ أنه بهذه المناسبة الأليمة تتقدم المملكة المغربية بصادق التعازي لما خلفته هذه الحرائق من خسائر في الأرواح وخالص المتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. الجزائر حاليا تحترق. لايك قبل ما تفرج، باطل ما تخلص عليه والو، لايك. ولكن الحقيقة هي ماشي الجزائر تحترق، كاين مناطق أخرى يعني في الجزائر تحترق بطبيعة الحال، ولكن القبائل تحترق وتحترق بفعل فاعل، لأنه تعودنا أنه في كل صيف الجيش الجزائري أو الثكنات العسكرية يعني ضباط فرنسا يقوموا بإحراق القبائل بشكل سنوي، كيحرقوا غابات القبائل، كيهددوا حيوات الناس وكيخليو انه الكثيرين يتهجروا من منطقه القبائل. وهذا الشيء انا اعتبره خطه ربما هي للعب في التركيبه السكانيه لمنطقه القبائل، كما لعبوا في التركيبه السكانيه للصحراء الشرقيه واللي حطوا فيها بزاف ديال الكراغيله تما، هجروا المغاربه من الصحراء الشرقيه وجابوا كراغيله سكنوهم تما. وهذا الشيء راه معروف، يعني ماشي شي حاجه اللي انها جايبها يعني ماشي قنص او شي حاجه توب سكري، راه معروفه. هذه القضيه هذه كيديرها العسكر ديال فرنسا في الجزائر، وكيحاول ما امكن يلعب في التركيبات السكانيه ديال المناطق اللي هي ضد هذا النظام هذا. فاش كيبغيو بعض المغاربه انهم يعرضوا المساعده ديال الدوله ديالهم على الجزائريين باش يطفيو القبائل، فكنلاحظوا ماشي يعني فقط رفض بل سخريه، تكبر، وواحد العنطازه كما قال بوتفليقه. الزلط والتفرعين، الزلط والتفرعين. وصراحه فاش كنرجعوا للتاريخ كنلقاو بانه القبائل حتى هي كتستاهل هذا الشيء اللي فيه، لانهم هما اللي داروا يدهم في الدين ضباط فرنسا باش يتحاربوا مع المغرب. فاش قالوا لهم لا حق المغرب هاجم علينا، هودوا من الجبال، كانوا دايرين باغيين يديروا دولتهم، قالوا لهم هودوا من الجبال باش نضربوا المغرب، هودوا. وديك هي الغلطه، وهذاك هو الإثم اللي راهم يخلصوا عليه لحد الان. انا في وجهه نظري، لانه لو كان بقاو وداروا دولتهم يعني وتحرروا من هذا النظام هذا ككل، كنا راهم دابا في حال افضل. لكن مادام داروا يديهم في يد ضباط فرنسا في نطاق كراهيه المغرب، هما كيتحملوا العواقب. وكما كنقول في نهايه الامر انه كل شعب يستحق حكامه، اذا كانوا حكام ديال الجزائر جائرين، فلان الشعب يستحق هذا الحكم الجائر، لانه لو كان ما كانوش كيستحقوا هذا الحكم الجائر، لو كان يا طواه الزمن يا يعني هما ناضوا وحيدوه، يا جاءت شي مناسبه يعني بشكل ديمقراطي وهادئ لتحييده. لكن مادام هو مستمر هذا الحكم ديال الطغاة في الجزائر، فاظن انه الشعب يستحق، مازال يستحق هذا الحكم. ولا اظن ان هذا الحكم هذا غادي يتغير في اي وقت قريب، لانه لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. على العموم شكرا لكم على المشاهده، نتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوناش لايك، بارطاج، والسلام عليكم.